عملنا ايه؟ عملنا الميه اللي هنحط فيها الفراخ، هتبقى فلفل اسمر وملح وحبهان وميه عاديه فيها شويه عصره ليمون بخل، وهننزل بقشر الليمون كمان. معلش بقى الليمون غالي اليومين دول، ودول اللي باقيين عندي. تمام. ننزل بقى بالفراخ المحلول ده. طيب المحلول ده بيعمل ايه؟ بيطهر الفراخ وينضفها، وكمان هنشيل الحاجات اللي هي البيضة اللي بتبقى في الوراك او في الصدر، اللي هي بتبقى دي يا جماعه، اللي هي الوش ده، الحاجات اللي هي العروق البيضة الشفافة دي هننزعها. بس بعد ما ننقع كل دوت دلوقتي في المنقوع بتاعنا ده. طبعا ده بيخلي الفرخة تشيل اي زفارة فيها. المنقوع بتاعنا ده بيشيل اي زفارة بتبقى في لحم الفراخ بالذات. تمام. اهو المية عندي النهاردة قطعة، لازم ان احنا نخلي اللحم يدخل فيه المنقوع بتاعنا كده، ونقلب الفرخة كويس او الوراك. طبعا الوراك بيبقى فيها الحتة اللي هي دي، ضروري ان احنا نشيلها، لان دي كلنا بنخليها ودي حاجة مش كويسة. طبعا الفيديو ده هيطول معانا بقى لو عملنا حاجة، فاحنا بس هننقعهم، والفيديو الجاي هوريكم طريقة الفراخ في صينية في الفرن. طبعا فيديو المشويات اللي احنا عملناه ما جابش مشاهدة، ده اللي مزعلني جدا. علمتكم ازاي تعملوا اللحمة اذا كانت جوسي، وازاي تعملوا اللحمة حارة واللحمة الباردة على الشواية في العيد. بصوا المية في ثواني المنقوع ده عمل ايه، خلى الزفارة تظهر معانا على طول. طبعا انتي بتعيدي على الفراخ، تمام، لان الراجل بيبقى دابح ما بينضفش قوي. انتي بقى بسكينة وتنضفي. طبعا انا ماسكة بايدي التانية، شايفين؟ طبعا هي يعني بتطلع معايا بكل سهولة، يعني حتى انا ما عنديش ضوافر. يعني انتي لو عندك ضوافر هتطلع معاكي احسن من كده كمان بكل سهولة. ده مش ريشة، دي مش ريشة، ده حتة زيادة في الفرخة مش ريشة. في ثواني المنقوع اللي انا بعمله ده بيخلي اي حاجة زفرة في الفرخة. شايفين الفرخة بقت بيضة. بس نشيل ده كويس، منسيبش اثر لده. المية طالما اتغيرت معايا في ساعتها كده يبقى الفرخة اصبحت بدون زفارة. بس برضو مش هيضر ان احنا لازم نشيل اي حاجة. المية دي يعني الخلطة اللي انا عاملاها دي بصراحة ماما هي اللي قايلالي عليها. فلفل اسمر مع ليمون مع ملح مع رشة خل بسيطة مع حبهان. تمام. بيخلوا الفرخة طعمها بيوديكي في حتة تانية، يعني مفيش بقى سكة وجع بطن وزفارة والحاجات دي خالص مش موجودة. بصوا حتى يعني بتحطي الورك بيطلع معاكي الحاجات اللي هي اللي انا بقولك عليها، الزيادات دي بتبقى في الفرخة. شايفين؟ بتبقى جاية لوحدها. جربوا تعملوها بطريقتي هتعجبكم. طبعا الفيديو انا مش عايزاه يطول عن كده، لان الفيديو اقصاه 8 دقايق. اللي يعمل يعني ازيد من 8 دقايق يا جماعه المشاهد بيمل بجد. فانا هلم لكم الفيديو ده في جزء تاني. تمام. بصوا بقى الفرخه بقى لحمها ابيض. شايفين اللحم بقى عامل ازاي؟ شوفوا الاسمر دخل، اللحم نفسه داب ازاي. شايفين؟ في ناس بتشيل الجلد. تمام. في ثواني اللحمه بقت خاليه من اي زفاره، في ثواني. مش هنقعد بقى ليله كامله ننقع والكلام اللي بيحصل ده، لا لا لا. بصوا اللحم بقى عامل ازاي. طبعا ده حبهان يا جماعه، ده حبهان مش حاجه، لا ده مش حبهان، ده حاجه في الفرخه. ويعني الطعم نفسه بقى بيبقى حاجه حلوه يعني. شايفين كل ده طلع من الفرخه. شايفين الزفاره اللي احنا مش شايفينها بعينينا. اعملوا المنقوع دوت وقولوا لي رايكم في الحلقه النهارده. حلقه بسيطه ومش كتيره، سبت لكم فيديوهين كده. كنا بنفسح الولاد في العيد في مراجيح السيده.
دمتم في دوام الله، وشكرا لكل المتابعين ليا، شكرا على المشاركة وشكرا على التعليقات. اشكركم بجد ان انتم بتشجعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينا شانيل 1.